ما أقسى القلوب، ما أقسى القلوب تسمع هذا الكلام وقد آمنت به وعلمت أنه كلام ربها وتعلم هذا العلم، ومع ذلك تراها تسمع وتسمع وتسمع، يتلو الإمام الآيات وهي جامدة كأنها لا تسمع شيئا. كم من شخص يصلي في المسجد أو يقرأ القرآن وهو صاحب ذنب يعلمه ويعلم أنه مقيم عليه، فهل حرك هذا الكلام قلبه؟ هل جعله ذلك يراجع نفسه؟ هل جعله ذلك يعزم على التوبة؟ هل جعله ذلك يدرك أن الذنب مهما كانت لذته فإن العاقبة وخيمة، وأن تركه للذنب فيه سعادته وفيه نعيمه؟ أسأل الله عز وجل أن يلين قلوبنا جميعا لطاعته، وأن يجعلنا من القاصدين الجنة، وأن يعيذنا من أن نكون قاصدين النار.